بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وزي ما وعدتكم هيبقى في حصة تمهيدية بناء على الفوت اللي احنا عملناه. الحصة التمهيدية دي هتتكلم عن التحليل لأنه مهم جدا جدا لسنة تالتة. وأنا لاحظت كمان إن كان في طلبة معايا في سنة تالتة التحليل حرفيا في ذمة الله، فلازم نشد حيلنا من البداية عشان نبقى على أرض صلبة ونبقى الدنيا تمام عندنا ونعرف نبني على القديم، ما يكونش عندنا مشكلة فيه. فيلا بينا نبدأ بسم الله في الحصة التمهيدية بتاعتنا. حصة خفيفة جدا بكبرها أوي 20 دقيقة، هتتكلم عن التحليل. هلم لك التحليل كله حرفيا فيها، ركز معايا. متنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لك أول بأول. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنتكلم عن العامل المشترك الأكبر، هنحلل باستخدامه. طيب أنا عندي دالة كثيرة الحدود زي دي مثلا 4x y أس 2 زائد 10x أس 2 y. تعالى نمسك العدد نشوف المشترك فيه، وبعدين نمسك الحرف ونشوف المشترك فيه. عندي الأربعة والعشرة، إيه العدد اللي بيقبل الاسم على الأربعة وعلى 10؟ حد قال الاتنين، برافو عليك، الاتنين فعلا بتقبل. يا مستر ده هنا في اكس وهنا في اكس أس 2، في اتنين شبه بعض هنا بس واحدة اكس والتانية أس 2. اخد مين؟ خد الأصغر. الأصغر اللي هي أصغر أس، ما هي اكس اللي هي كأنها اكس أس 1 ودي اكس أس 2، فالصغيرة مين؟ الإكس. نفس القصة هنا واي أس 2 وهنا واي، ودي الصغيرة اللي هي الواي. حلو يا مستر، عملت اللي انت بتقول عليه. اعمل ايه بعدها؟ افتح قوس. هنعمل بيه ايه يا مستر؟ هنقسم المسألة الأصلية على اللي احنا كتبناه واحدة واحدة. هقسم عدد على عدد وحرف على حرف. 4 على الاتنين فيها الاتنين، اكس على الاكس خلاص راحت، واي أس 2 على الواي في حالة القسمة بطرح الأسس كأنها واي أس 2 على واي أس 1، يتبقى واي أس 1. واي أس 1 اللي هي الواي على طول. قابلتني علامة زائد بنزلها. اقسم يلا العدد على العدد، 10 على 2 فيها الخمسة، اكس أس 2 على الاكس هيبقى فيها الاكس، واي على الواي طارت، وبقى ده ناتج المسألة بتاعنا بمنتهى البساطة. تعال نخش في المسألة اللي بعدها. يا مستر مسألة زي دي رقم 1 هنحلها. في سالب يا مستر، لما تلاقي سالب في البداية خد وريح دماغك. تعال نشوف الأرقام المشتركة بعدين نشوف الحروف المشتركة. هنا 7 وهنا ال 14، ايه العدد اللي بيقبل عليهم؟ والله السبعة نفسها بتقبل يا مستر، ماشي كتبتها. نشوف الحروف المشتركة، ده هنا A وهنا B، في حروف مشتركة؟ مفيش يا مستر، خلاص افتح القوس بتاعك على طول عشان نقسم. سالب 7 على سالب 7 خلاص راحت، اي حاجة على نفسها بتروح. بس يا مستر فاضل ايه؟ تنزل زي ما هي لان مفيش حرف اقسم عليه تحت. موجب 14 على سالب 7 يبقى سالب 2، محدش يقول لي موجب 2 عشان في سالب بره عامل مشترك. البي مفيش حاجة اقسم عليها حرف زيها فتنزل زي ما هي. تعالى نشوف المسألة رقم 2. ايه ده يا مستر؟ ده انا شايف حاجة مشتركة اللي هي القوس يا مستر موجود هنا وهنا. طب ما خلاص ما تسحبه عامل مشترك، يبقى 2 اكس زائد الواحد، القوس ده هو اللي عامل مشترك. طيب كنا بنعمل ايه بعد ما بناخد عامل مشترك؟ مش كنا بنفتح قوس عشان نقسم؟ طب يا مستر انا خدت 2 اكس زائد 1 على 2 اكس زائد 1، ما هي حاجه على نفسها بتروح، تمام. اتبقى مين؟ اتبقى الاكس ناقص تنزل زي ما هي. خدت القوس ده قسمت عليه طار، يبقى اتبقى يا مستر من الاربعه، والمساله خلصت. ايوه المساله خلصت. تعالى نشوف بعدها حاجه سهله جدا، حاجه اسمها تحليل برضو. هتلاقي حاجة أس 2 بعدين حاجة أس 1 بعدين عدد، أيوة زي ما بقول لك. طب هعمل إيه؟ كل اللي هتعمله أول حاجة هنحل مسألة رقم 1 هنقوم فاتحين قوسين. ده نوع تاني بقى، دخلنا في نوع جديد، تمام. إكس أس 2، إيه العددين اللي بضربهم في بعض يديني إكس أس 2؟ إكس وإكس، إدي إكس هنا وأدي إكس هنا. طيب بعدين بعمل إيه؟ شايف العدد الأخير ده؟ بقول عددين ضربهم العدد ده، وهنا زائد يبقى جمعهم، لو ناقص يبقى طرحهم. يبقى العدد مين اللي بعدها؟ ل5. يعني ايه يا مستر؟ انا مش فاهم. من الاخر مش دي 6؟ عددين ضربهم 6 ودي موجب، يبقى جمعهم مين؟ جمعهم 5.
عددين ضربهم 6 جمعهم 5. مين هما؟ 2 في 3 6 و2 زائد 3 5. يبقى العددين هما ال2 وال3. ادي اكتب ال2 وادي اكتب ال3. طبعا هتكتب 2 و3 هنا، 3 و2 هنا مش هتفرق. تمام. انا كتبت ال3 في القوس ده مثلا وال2 في القوس ده عادي. اتبقى يا مستر الاشارات. هي الاشاره اللي عليها دايره دي يا مستر موجب. لو الاشاره دي موجب يبقى الاتنين باشاره النص. مين اشاره النص اللي هي عليها خط دي؟ مش الاشاره دي موجب؟ يبقى الاتنين باشاره النص اللي هي دي. طب واشاره النص موجبه يبقى الاتنين اشارتهم موجب. فانا لما الاشاره بتاعت اللي على اليمين موجب يبقى الاتنين باشاره النص. طب المساله رقم 2 هفتح برضو قوسين. اكس أس 2 يعني اكس واكس. يلا نقرأ المسألة زي ما علمناكم. عددين ضربهم 6 جمعهم 5. برضو الاتنين وتلاتة. انا بكتب التلاتة هنا المرة دي وهنا الاتنين المرة دي عشان ابين لك ان هي ما بتفرقش. الاشارة دي يا مستر موجب اللي عليها دايرة يبقى الاتنين باشارة النص. اشارة النص المرة دي سالبة يبقى الاتنين باشارة النص يبقى هنا سالب. طيب ناخد رقم 3 اللي هي دي. هنفتح برضو قوسين. اكس أس 2 تبقى اكس واكس. عددين ضربهم 6 بس خد بالك طرحهم المرة دي. عددين ضربهم 6 طرحهم 5. 6 في 1 ب6. 6 ناقص 1 5. يبقى العددين هما 6 والواحد. طب الاشارات يا مستر خلي بالك الاشاره المره دي سالبه. لما كانت موجبه كنت بتقول الاتنين باشاره النص. طب لو سالبه العدد الكبير باشاره النص والعدد الصغير بعكس الاشاره. مين العدد الكبير؟ 6 باشاره النص اللي هي موجب والصغير بعكس الاشاره يبقى الواحد. لو هنا موجب هيبقى هنا سالب. طب من الناحيه الثانيه رقم 4 نفس الفكره برضو. هنفتح لها قوسين اهي. اكس واكس. العددين ضربهم 6 طرحهم 5 هما ال6 والواحد زي ما اتفقنا. الاشاره سالبه يبقى الكبير باشاره النص. مين الكبير؟ 6 يبقى باشاره النص اللي هي سالب. الصغير بعكس الاشاره يبقى هنا موجب بمنتهى البساطه. طب يا مستر افرض جات لي مثلا مساله رخمه زي دي. في عددين ضربهم 2 جمعهم 7 اراهم استحاله. طب يا مستر هحلها في الحاله دي ازاي؟ هنعمل مقص. هناخد الاولاني ده 3 بي تربيع. كام في كام يديني 3 بي تربيع؟ مش ممكن اقول له 3 بي في بي؟ هكتبهم تحت بعض كده في المقص. ادي 3 بي وادي البي. الاتنين مش كام في كام؟ 1 في 2. تعالى نضرب المقص. مش 3 بي في 2 يبقى 6 بي؟ وواحد في بي ببي؟ طب ما هو 6 هنا موجب صح؟ يبقى انا لو ضربت المقصين 3 بي في 2 مش هيديني 6 بي كده؟ وواحد في بي ببي. طب مش انا لو جمعتهم عشان الاشاره هناك قلت لكم موجب هيبقى مجموعهم 7 بي. ده ظهر يا مستر الحد اللي في النص. طب بدل ظهر الحد اللي في النص اقفل قوس مسألتك ويبقى دي الاجابه. طب يا مستر لو ما ظهرش الرقم اللي في النص اعكس حدود المقصات. ممكن الاثنين كانت هي اللي تبقى فوق والواحد هو اللي تبقى تحت واضرب من جديد عادي. الكلام ده لو ما ظهرش الحد اللي في النص. لكن وانا ما جربت ظهر الحد اللي في النص على طول فخلاص زي الفل. يبقى الناتج بتاعي افتح قوسين كده يا مستر. هنا 3 بي واحد باخد بالي قوس وهنا كان بي و2. الاشارات يا مستر زي ما علمتك. هنا موجب يبقى الاثنين باشاره النص. كفايه عليك الحته دي. وتعالوا ناخد حته كمان في حته جديده. تعالوا ما هناخد الفرق بين مربعين. يعني ايه الفرق بين مربعين؟ مربعين يعني حاجتين. فرق يعني ناقص. يعني هيبقى حاجتين بينهم علامه ناقص بشرط الحاجتين لهم جذر تربيع. هنا يا مستر حاجتين بينهم علامه ناقص. نشوف ليهم جذر تربيع ولا لا. اكس اس 2 جذرها تربيع اكس. 25 جذرهم التربيع 5. يبقى الاثنين ليهم. خلاص اجري وافتح قوسين. دي حاجه جديده اسمها فرق بين مربعين. يبقى فرق بين مربعين اجري وافتح قوسين. ادي القوس الاول وادي القوس الثاني. اكس اس 2 قلنا الجذرها تربيع اكس صح كده؟ يبقى هنا اكس وهنا
اكس. 25 جذرها 5 يبقى هنا 5 وهنا 5. طب الإشارات هنا بعمل إيه؟ احفظها، مرة موجب ومرة سالب، مرة موجب هنا ومرة سالب هنا. موجب جت كبيرة ما شاء الله بضمير عشان تبقى شايفها كده، يبقى مرة موجب ومرة سالب. طب تعالوا نحل المسألة دي. برضو ليها جذر تربيعي وليها جذر تربيعي، يبقى نفتح قوسين واي أس 2 يعني جذرها واي، تبقى هنا واي وهنا واي. 25 على 9، 25 جذرها 5 و9 جذرها 3 يبقى 5 على 3، يبقى 5 على 3 هنا و5 على 3 هنا. طيب يا مستر الإشارات مرة موجب ومرة سالب. طيب نحل دي كمان يا مستر آخر واحدة. تعالى نحل دي آخر واحدة مش مزعلك. افتح قوسين، مش 4 اكس تربيع يعني جذرها كام؟ 2 اكس، مع الأربعة جذرها 2 والإكس تربيع جذرها اكس، يبقى هنا 2 اكس وهنا 2 اكس. 9 واي تربيع، 9 جذرها 3 والواي أس 2 جذرها واي، يبقى الناتج 3 واي، يعني 3 واي هنا و3 واي هنا. مرة موجب ومرة سالب، موجب فين وسالب فين مش هتفرق، المهم قوس فيه موجب وقوس فيه سالب. آخر حاجة هتكلم معاكم فيها النهاردة الفرق ومجموع مكعبين عشان نحفظ نشيد كده جميل. تحليل مكعبين أو الفرق ما بينهم. أول لما تلاقي حاجة أس 3، هنا كان أس 2، هنا أول لما تلاقي حاجة أس 3 نفتح قانون كده نحفظه، قانون تحيا مصر بإذن الله، اللي هو بيقول إيه؟ افتح قوس صغير وافتح قوس كبير، جذر في الصغير ربع في الكبير، غير الإشارة واضرب الحدين. يا مستر أنا مش فاهم حاجة ولا أنا فاهم حاجة، طب هنفهم إزاي؟ تعالى نطبق في السؤال. تعالى نمسك سؤال زي ده. مستر أول لما قال لي تلاقي أس 3 هنفتح قوس صغير وهنفتح قوس كبير. جذر في الصغير، هجذر جذر تكعيبي، 8 جذرها التكعيبي 2 اكس أس 3 جذرها التكعيبي اكس. الإشارة كانت زائد، 125 جذرها تكعيبي 5. ربع في الكبير، مش ده القانون النشيد اللي حفظناه؟ هنربع القوس ده بقى في الكبير. 2 اكس لما ربعها يعني هخليها أس 2، 2 اكس كله أس 2، ما هو 2 أس 2 يعني 4، واكس أس 2 يا مستر يعني اكس أس 2. 5 أس 2 يا مستر يعني هكتبها في الآخر خالص كده 25. غير الإشارة، مش دي موجب؟ أخليها سالب. وهنا طبعا دي موجب دايما يا جماعة، تمام؟ اضرب الحدين، 2 اكس في 5 ب10 اكس. واحدة كمان، تعالوا نحل دي. افتح قوس صغير افتح قوس كبير. جذر في الصغير 27 ايه تكعيب، جذرها التكعيبي 27 جذرها 3 والايه تكعيب جذرها اللي انا كاتبه ده جذرها ايه ناقص، عشان هنا ناقص بي أس 3 جذرها بي. كده فتحنا قوس صغير وفتحنا قوس كبير، جذرنا في الصغير، يلا بقى نربع في الكبير اللي هو ده، نربع هنا 3 ايه لما ربعها تبقى 9 ايه أس 2. بي لما ربعها هي سالب بي، ربعها ما هو سالب تربيع بقى موجب، احنا قلنا الحد الأخير ده دايما موجب، تمام؟ دي تربيع. هنا بقى بغير الإشارة، هنا كانت سالب في الحد ده بعكسها بخليها موجب، بضرب الحدين 3 ايه سي بي ب3 ايه بي. بس كده دي حصتنا كانت على التحليل، ربع ساعة حرفيا هيغيروا حياتك في سنة تالتة. شوفوا الشكم على خير بإذن الله في الحصة الجاية، متنسوش الاشتراك وفعلوا زر الجرس ولايك عشان نكسر الدنيا حرفيا. شوفوا الشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.